10 عادات هتغير حياتك، واخر واحده مهمه جدا فخلي بالك. اول حاجه حاول تخلي اكلك صحي على قد ما تقدر، لان الاكل بيكون مليان دهون او سكريات بيعطل المخ عن التفكير، كمان بيحسسك بالخمول والكسل. تاني حاجه اشرب ميه كويس جدا، لو حسيت فجاه انك اتعصبت او نفسك اتخنق اشرب ميه. رقم 3 دايما حاول تتعلم مهارات جديده او هوايات جديده، ده هيفرق معاك جدا نفسيا، كمان عقلك وتفكيرك بيكونوا احسن، كمان هيزود ثقتك في نفسك اكتر. رقم 4 دايما قسم هدفك لاهداف صغيره عشان تقدر تحققها وتنجزها، وكمان تقربك من هدفك الاساسي، لان طول ما انت بص على الهدف الاساسي بس تلاقي نفسك بتحبط ومش قادر تكمل. رقم 5 بطل تفكر بزياده وابدا، لان انت لو فضلت تفكر بزياده وانت واقف مكانك انت كده بتضيع وقت ومجهود على الفاضي. رقم 6 الرياضه مهمه جدا، امشي دايما الصبح او اعمل اي حركه هتكون مفيده جدا ليك ولنفسيتك وهتفرق معاك جدا. رقم 7 حاول تنام بدري وتصحى بدري على قد ما تقدر. رقم 8 دايما لو انجزت حاجه مهمه كافئ نفسك، لان ده هيحسسك بالتقدير اتجاه نفسك اكتر. رقم 9 بطل تأنب نفسك بزياده، سواء اكلت حاجه نفسك فيها وكانت غلط او ما حققتش الهدف اللي انت عايزه او وقعت، عادي جدا مفيش مشكله، اعتبر نفسك اخدت استراحه محارب وارجع تاني اقوى من الاول. كمل. رقم 10 اعتبروها عاده او نصيحه، لازم تعرف ان مفيش حد حياته مثاليه، بمعنى ان مش لازم كل يوم يكون يوم مثالي، ممكن حاجه تقع منك عادي جدا او حاجه ما تقدرش انك تحققها عادي جدا. حاول تكتسب عادات جديده حتى لو كانت بسيطه او صغيره، مع الوقت هتفرق، العادات دي هتكبر وهتبقى مهمه قوي في حياتك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.